ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتعلم ازاي نعمل صوره البروفايل دي بالتفصيل بعد ما انتوا طلبتوها مني على انستجرام، فانا قررت ان انا اعمل شرح الصوره دي بالتفصيل. نقدر نخش على الصوره دلوقتي ونبدا بقى ولا ايه؟ فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وفعل الجرس توصل لك كل جديد. مش هقول على طول اعمل لايك وسبسكرايب، مش عايز اقول اعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. انا هحط اللقطه دي بقى عشان ايه؟ عشان الناس بتحبك يعني. النهارده احنا دلوقتي بنشرح التصميم ده يا جدعان. فالتصميم ده بالظبط انا ما كملتش فيه بتاع ساعه او ساعتين. هو صوره البروفايل دي الفكره كلها في التصوير نفسه يا جدعان. يعني مثلا لمبه زي دي، طبعا دي لمبه اللي هي الطويله دي، طبعا تقدر تجيبها من اي محل تكلفك اي حاجه، مش عارف هي كملش 100 جنيه او حاجه، انا مش فاكر يعني. عندي قديمه يعني. سوفت بوكس، مش شرط سوفت بوكس، ممكن اضاءه الشمس، يبقى انت عامل انعكاسين، وممكن من غير اصلا سوفت بوكس، من غير حاجه تبدا تعمل الحوار ده، ترسم الاضاءه دي على البرنامج. هنعمل فيديو رسم الاضاءه ان شاء الله، نعمل فيديو رسم الاضاءه زي دي بدون ما انت يكون عندك مصدر اضاءه اصلا انت كان متجه عليه. فان شاء الله نبقى نعمل له فيديو قريب باذن الله. ويلا بينا يا شباب. بسم الله، احنا هنشرح التصميم ده. انا عايز اجيب لك الصوره دي في الاول خالص. انا طبعا الصوره معايا اهي. متخيل ان الصوره دي بعد ايديت اصلا ما كملتش فيه ساعتين او ساعه ونص يعني تطلع الصوره كده. فده ايديت يعني. انت من بعيد يبان لك الايديت ده صعب، لكن الايديت ده سهل جدا. تعال نعمل ملف جديد 1080 في 1080 وريزولوشن 75. تمام، 1080 في 1000 عشان نعرف نتحرك في الالوان براحتنا. طبعا مستحيل تخليها 32 عشان هتخرب الدنيا. خلينا في 16 حلو قوي. خلينا اللون بتاع ده بلاك، هي مش تفرق يعني كتير. اوكي، 1080 في 1080 خلي اللون ده بلاك ويلا بينا. مش عارف هو بيغيرها ليه. عامة يلا بينا. ده الملف بتاع المشروع بتاعنا، بس مش هسيب لك الملف دي، مش عايز اسيب لك الملف، عايزك تطبق انت بايدك وعلى صورتك. ممكن اسيب لك الصوره بتاعتي لو مش عارف تتصور، او مش عايز تتصور وعايز تطبق بس. ولو انت الافضل ان انت تتصور صوره زيها وانت تطبقها وتحطها على البروفايل بتاعك، تعمل لي طبعا منشن يعني. فيلا بينا. انا سايبها هنا. صوره بروفايل. عامة البروفايل بتاعتنا طبعا دي هي كده، كانت طالعه كده من الكاميرا بتاعت التليفون السيرتين بالكاميرا الخلفيه على العدسه اللي هو العاديه خالص اللي هو الواحد، بس كنت بزوم شويه. تمام عشان لو عايز تعرف الاعداد. المهم دلوقتي هنجيب الخلفيه السوداء اللي احنا عملناها ونحطها في النص كده. كل ما نقفل ونفتح كده هنشوف الفرق ما بين الصورتين. تمام. فعندنا هنا في شويه شعر، في هنا حاجات طلعت وحاجات لا. فانت برضو مش لازم تاخد الشعرايه كلهم، عادي يعني، مش شرط تاخد الشعر كله. بص قلت لكم عليها قبل كده، طبعا تقدر تحملها. ممكن اسيب لك اللينك بتاعها في الوصف عشان لو عايز تحملها يعني. دي حاجه كويسه جدا. فاظن احنا مش محتاجين اللاير اللي تحت ده، فخلينا شغالين على الاسود على طول كده لحد ما نلمس. يعني ممكن تلمسها بالشيفت كده بس عادي. نفس السكه بتاعت الدايره اللي هنا دي، عشان برضه كنت عامل دايره انا هنا. بص لو خففنا الدايره دي هتلاقينا احنا عاملين بنفس الشكل ده. احنا لو جينا هنا محتاجين ان احنا نزوم اكتر الصوره بتاعتنا عشان يبان ان هو كان نازله لتحت شويتين. نشيل بقى المربع بتاعنا ده ونشتغل على الصوره بالبوزيشن ده اللي شغالين عليه. تمام. تعال نستخدم جنريت فيل في ان احنا نكمل الجزء ده. عندك هنا بقى في حدود فيها مشكله، تحس ان هي مش افضل حاجه. ممكن نعمل ماسك ونجيب البرش بتاعتنا على الصوره عشان ما تبقاش مغربشه كده. اوكي. طبعا خلي دي ظابطه. الحدود البيضاء دي ملهاش لازمه الا لو انت هترسم اضاءه هنا. لو انت عارف ان انت هترسم اضاءه هنا فاتحه، فانت عادي ممكن تسيبها. هي كده كده هتتاكل مع الاضاءه المنوره، فعادي يعني. عادي، دي مش شرط تدقق في الحاجات دي قوي عشان تعمل وسواس. على فكره حوار القص ده بيعمل وسواس. المهم يلا بينا دلوقتي. ممكن نخش على الكاميرا رو فلتر، نعمل دي كونفرت سمارت تو اوبجكت. بسم الله الرحمن الرحيم. نخش على الكاميرا رو فلتر. عندنا السكن هناك كان مايل ناحيه الموف شويه. موف بس قللنا من الالوان بتاعتنا. فاحنا ممكن نبدا نعمل الحاجات بتاعتنا هنا، ان احنا نرفع الشادو، نقلل الشادو، ونزود كونتراست، وهنقلل هايلايت. وطي يا ابني صوتك شويه الله يكرمك. نبدا دلوقتي عايزين نغير السكن الاصفر ده للون بتاعنا. نبدا نجرب من هنا، بس دي مش ادق حاجه من الجزئيه دي. فاحنا نبدا ممكن نرفع بس تكتشر الكلاريتي. ليتس جو. جامد قوي. تمام. ممكن نبدا قبل ما نخش ان احنا نغير اللون ده، ممكن بس نيجي عند الفيبرنس دي ونقللها سنه، لان دي هتفرق معانا لما نيجي نستخدم اللون. ان اللون السائد يبقى لون قريب للموف، ده هيفرق معانا جدا. ان احنا نقلل اللون الاصفر ده، نيجي عند اللون الاصفر هنا ونقلله. تمام.
عندك بقى من الاداه دي الحته بتاعت الادجستمنت دي، الميد تونز والشادوز والهايلايتس. هنا الموضوع بيبقى امتن كده. الجزء بتاع الشادو ده خلاص خد اللون الموف. عندك في الميد تونز الاماكن اللي مش فاتحه ومش غامقه زي الاماكن اللي هنا دي. تعال نشوفها كده. بص كده الميد تونز اماكن غامقه والفتح. برضه ممكن نتاكد برضه من الصوره بتاعتنا البروفايل عشان نبقى عارفين ان احنا شغالين كويس او شغالين صح على الصوره بتاعتنا. لو نسينا الصوره بتاعتنا واخده الميد تونز. نيجي عند الهايلايتس ناخد الجزء دي كده. نطلع بقى عند الكيرفز يا جدعان ونبدا نغير في الحاجات دي. ممكن نبدا بقى برضه نرفع الكونتراست شويه، والوربن دي شكلنا نرجعها شويتين. البلاكس دي ممكن نقللها. احنا كده قربنا تقريبا للسكن. طبعا لسه هنشتغل عليها بالسلكتيف كلر لما نعمل. عايزين بقى نعمل بس اللون بتاع الخلفيه عشان نبقى عارفين احنا شغالين على ايه. فتعالى نعمل اللون بتاع، نعمل 3 سوليد كلر. اختار كده 3 سوليد كلر تحت بعض كده او ورا بعض، ابيض ابيض ابيض. ايه في الاثنين دول؟ خلينا في الاولاني ده هيبقى اغمق لون. تمام، اغمق لون من البنفسجي ده. اللون التاني ده هيبقى افتح سنه. تمام، الغمقه دي هنا ناحيه الازرق سنه كده. ونيجي هنا طبعا كله على 100 وهتكبرها، هتكون هي مثلا على مساحه الصوره كلها وتدوس تحت. فانت عندك كده ده الجزء الاولاني. طبعا انا بستخدم لون تاني عن اللي انا كنت بستخدمه هنا فمش هتفرق كتير، بس دي درجات نفس اللون. تمام، دي درجات نفس اللون. ممكن دي بقى نصغرها شويه كده عادي. ممكن عشان لو واحد جه قال لي انت بتستخدم لون تاني ليه، عادي نيجي نغير اللون، درجات اللون نقرب لنفس درجات اللي احنا كنا شغالين كتير. تمام كده كده. فاحنا كده في اللون بتاعنا. ممكن نزود واحده زي تاني زي دي. تمام، تبقى ناحيه الابيض خالص. الغي الماسك ده، اعمل ماسك تاني، اختار الاي وتعالى عند اصغر جزئيه عند الرقبه كده هنا. احنا كده عملنا اللون اللي ورا او الخلفيه بتاعت اللون. طيب يا جدعان، نبدا بقى نشتغل على الشخصيه بتاعتنا بتاعت البروفايل بتاعتنا. هنحط الشخصيه بتاعتنا في جروب. وهنعمل اول حاجه عندنا لاير هيو ساتوريشن. نقلل الالوان كلها عشان نعمل اللون الاسود بتاع التيشيرت. الخط ده او ممكن تبقى تشيله، هبقى اوريك. ممكن نبقى نسيبه بعدين بس بعد ما احنا نمسحه الاول دلوقتي. تمام كده. احنا كده حددنا الشخصيه بتاعتنا او التيشيرت بتاعنا. ممكن نبدا ندوس على الهيو ساتوريشن بتاعنا ونغمق شويه. بعد ما غمقنا كده ممكن نبدا نرسم الهايلايتس اللي تبقى موجوده على التيشيرت ده. بس قبل ما نرسمها خلينا نشتغل باكسبوجر. نغمق التيشيرت خالص كده، وهنعمل واحد تاني هننور بيه التيشيرت شويه. علي كده علي كده. احنا شغالين بالاولاني ده. انا بحاول برضه اسهل الخطوات عشان ميبقاش الموضوع معقد نوعا ما. فاحنا هنا هات مثلا البتاع دي فوق. عندك مثلا الجزء ده برضه عايزين نشيل من هنا عشان لو في حاجه متبقاش محطوطه في الجزئيه دي. وعندنا كده مثلا احنا رسمنا دلوقتي الغمقان. انا بحب دايما اقول الغمقان، بحب اترجم الكلام للعربي علشان يعني الموضوع سهل لكل الناس. فانت عندك الغمقان انت عملته على التيشيرت دلوقتي كله اهو، او عادي قول الشادوز عادي مش مشكله. غمقان يعني الدوج ماشي. نيجي نعمل بقى الهايلايتس دي. انا بحب اسيبها للاخر شويه واحنا بنعمل الوش. خلينا دلوقتي نخش على الوش وبعد كده نرجع للتيشيرت تاني. تمام، هنخش على الوش دلوقتي. ده طبعا حبوب في الوش كده كده. هنحاول نوصل لباز لير هنضطر عشان نبدا نشتغل على الوش بتاعنا. شايف انت الحته الحدود دي؟ طبعا انت بترسم الهايلايتس الحته دي هتظبط معاك عادي. بس عادي لو عايز تشيلها دلوقتي هات لي يا باشا البرش، هات على 100% وامسح الحته دي عشان برضه ما تقولش احنا مش واخدين بالنا. مثلا في ماشي، خلينا بس خليها سوا واحد اهم حاجه. ايوه هو عايز تعملها بالبين تول تعملها بالبين تول نفس الكلام كده. مثلا نجيب السبوت هيلينج برش. ممكن تعملها بالريموف تول. لكن تاخد نت بقى وتاخد وقت، فانت خليك بالسبوت هيلينج برش. سريعه ومنجزه ولذيذه يعني. مش عشان برضه حتى لو انت شغال على نسخه مكركه
الاداه دي موجوده معاك وشغاله معاك بدل ما تستخدم الريموفينج دي، ومش هتلاقيها عندك وانت لو نسخه مكركه يعني. تمام. انت دلوقتي عندك مثلا الحبوب دي، بس يعني الحاجات دي على فكره بتدي منظر جامد قوي في الصوره، بس عادي لو هي زياده عن حدها فانت ممكن تشيلها، ان انت تعمل كده عادي. ممكن تشيل دي برضه ما نخلص، خلينا نحدد بس الحاجه اللي احنا عايزين نشيلها دي. مش عايز اشيلهم كلهم عشان ما اخليش الموضوع اوفر. تمام كده. تمام كده الصوره بتاعتنا قربنا نخلص يا جدعان. تمام. انت عندك الجزئيه دي طبعا التنعيم عندك كذا طريقه للتنعيم، ممكن طريقه يدويه او طريقه بالذكاء الصناعي، فاحنا خلينا دلوقتي نجرب الذكاء الصناعي ممكن يعمل لنا تنعيم ازاي بالناتشرال فلتر دي. خلينا نجربها دلوقتي. ندوس اوكي كده ونزود لود فوق لقدام، فظبطت معانا الكلام شويتين. برضه احنا عايزين ننعم اكتر من كده ممكن ننعم، بس انا ما بحبش انعم قوي، بحب اسيب الحاجه كالصور انا بالذات بحب اسيبها يعني مش ناعمه، بس انت عادي لو انت حابب تخليها ناعمه، لو انت حابب تخلي الموضوع ناعم ممكن نخليه ناعم. لك اب وجينا هنا عند الفوجي نايت عملنا له مونستي وقللنا من الفل، قللنا من الفل. اظن ان احنا قربنا للسكين تون ده شويه، بس لو جينا هنا تاني عند الاحمرار خلينا الناحيه دي كده. اوف، هو نفس السكين كده جامد قوي يا جدعان. كده احنا في حته حلوه قوي قوي قوي. دلوقتي نشتغل الريتاتش بتاعنا، اظن كده يبقى الدنيا تمام قوي. ممكن يبقى عندك الجزئيات الصفراء اللي هنا دي محتاجه ان انت تعمل سيلكتيف كلر تانية، بس المره دي تستهدف اللون الاصفر بس، وان هي تغمق اللون الاصفر، نغمق اللون الاصفر نوعا ما. اظن كده كويس جدا. تمام. خلينا دلوقتي نشتغل بالكيرفس، عشان الكيرفس دي هنبدا نشتغل بيها على الوش، هتعمل لنا حوار كبير جدا. قلل الفلو، قلل الاوبستي. تمام. وخلينا نبدا نشتغل دلوقتي على الغمقان، بس قلل طبعا الفلو ده شويتين ثلاثه. ابدا جربها لحد ما تحس ان هي مريحه معاك. طبعا هي كده مش مريحه، فانت ممكن تقلل برضه الاوبستي شويه كده، اظن كويسه نوعا ما. ابدا بقى امشي في الزوايا، ممكن نقلل برضه الفل شويه. نعمل هنا نشتغل في الجزئيه الزاويه دي كده، اللفه دي برضه هنا، اللفه دي كده. عندك الزاويتين دول جدا كده، موضوع جامد. ممكن تبدا برضه تشتغل تحت شويه، يعني انت في السكه دي هنا. ممكن تبدا بقى تغمق في الجزئيه دي برضه هنا كده. ركز على الاكس اللي انا بدوس عليها كل شويه، بغير من المربع للاسود. تمام، عشان من الابيض للاسود، علشان انا بقى شويه بمسح وشويه بحط. صور. كمل كمل. دلوقتي انا بمسح الغمقان دلوقتي احنا بنعمل الشادو يا جدعان على الوش. تمام، بالخطوات دي كده، دي الحتت اللي هنا دي كده. ركز على المراخير دي بالذات، عشان دي قعدنا اشتغلنا فيها حبه حلوين، ان انت تعملها كده. وهنزود شويه الغمقان بتاعها لتحت، فاحنا هنشد ده كده لتحت هنا كده في مساحه بتاع الوش ده. انت المفروض تاخد فيه وقتك اكتر، عشان انا ممكن اشتغل بسرعه عشان وقت برضه الفيديو، بس انت لازم تبقى فاهم الفكره اللي انا بشتغل بيها. ما تخليش برضه الموضوع اوفر، يعني ما تزودش في حته عن حته تانية، تخلي الموضوع فيك او اوفر شويتين تانية. تمام. اظن لو انت لاحظت معايا من بعيد هتحس ان دي ظبط. طبعا دي الجزئيه دي من التصوير. الجزئيه دي مش عارف، هنا ظبط شويه، هنا مش ظبط قوي.
انا مش عارف يعملها دي، لكن احنا ممكن نعمل واحدة تاني كلر لوك اب، والكلر لوك اب دي هنخليها في ايدينا بقى، فوجي نايت لومينيستي، نعمل ماسك حددنا عليها كده بس، وسيب الذكاء الاصطناعي يتعامل. طبعا لو انت ما عندكش ذكاء اصطناعي هتتعب شويه في ان انت تستخدمها، هتاخد جزء من الشفه دي او تجيب شفه سليمه من على جوجل، تمام، وتبدا انت تركبها وتظبط الاضاءه بتاعتها. الموضوع مش صعب بس هياخد شويه وقت مننا، وانا عايز اوفر في وقت الفيديو عشان تبقى فاهم برضو الفكره اللي احنا شغالين بيها. تمام، فاحنا دلوقتي عملنا الشفه دي او الشفه دي او الشفه دي. الشفات دي مالها غريبه كده ليه؟ يعني الشفه دي شويه نوعا ما هي كويسه، دي كويسه نوعا ما، دي غريبه حبتين تلاتة، فاظن دي انسب واحده. بس برضو احنا مش محتاجين اللون اللي يبقى احمر قوي كده، فاحنا هنخليها بس كليبنج ماسك اهم حاجه. وتعالى نعمل واحده سيلكتيف كلر على اللون الاحمر وهنفتحها كده. بعد ما فتحناها كده هناخدها وان احنا نشتغل بيها في الاماكن اللي احنا محتاجين نفتحها، زي الاماكن برضو اللي حوالين الشفه دي. بص، هو العين جنب العين، المكان اللي فوق ده كده يعني. فاحنا دلوقتي الصورة بتاعتنا أصبحت ممتازة ممتازة. تمام، هنبدأ دلوقتي نرسم الهايلايتس، نرسم الشادوز، بس ممكن دلوقتي نعمل حاجة اسمها كولر بالانس، ونحاول نقربها شوية للون بتاعنا الأزرق ده. نعمل ماسك كنترول اي، نجيب البرش بتاعتنا، نزود دي على 100% ونقلل دي على 1، نشوف هيجيب لنا قد ايه. أظن كده النسبة دي كويسة، ممكن نكمل نشتغل بيها. لون هنا كده، بص خليك دايما عند الحته بتاعت المراخير، ان انت تقف فيها حبه كده وبعد كده تشد بقى، لو تقف فيها حبه وتشد عشان هي بتبقى فيها لمعه دايما. تمام، بعد كده تعالى ناخد الجزء ده كده ونطلع بيها كده كده اهوت، كده اهوت. بحاول اقول لك الطريقتين عشان برضو ايه ما تغلبش. تمام، كده شديده جدا، ممكن اقلل، بصي اقلل الفلو، شديده برضو اقلل وسطي، اقلل وسطي، بس كده خلينا كده كده هنا. ممكن نيجي عند دي ازود الفلو شويه ولا بصي، نرسم الجزء ده كده، نرسم فوق العين شوية هنا، ممكن تزود دول، ترسم جوه كده، وهنا دي كده نفس الكلام هنا، وهنا كده، ودي كده، دي نفس الكلام. أظن كده احنا في مرحلة تمام قوي. ممكن نيجي بس نمسح، نعمل هنا الإضاءة دي. تمام، عندك بقى الايه الإضاءة الموف دي وحشة، واحنا عايزين نضيف برضو إضاءة فوق كده على الشعر. أنا ممكن بدل ما انت، عشان انت لو جيت فكرت ان انت تعمل هنا هيو ساتوريشن تيجي تتحكم في اللون ده وتغيره، هتلاقيه بيتغير معاك بطريقة مش أفضل حاجة، بس بعد ممكن برضه تستخدمها، يعني ممكن تبدأ تستخدمها، بس هتلاقيها في هنا لو ركزت هتلاقي ان ممكن يبقى شوية بكسلات معينة، او عادي انت ممكن تشتغل بيها، لكن في اماكن مثلا انت مش محتاج فيها الضوء هنا او الاضاءة اللي انت جبتها دي بتمسحها كده كده اهو. فاظن كده كويسة نوعا ما. ممكن تيجي ترفع الاضاءة او تيجي عند الازرق تحاول ترفع الاضاءة فيه، ماشي. وممكن دلوقتي نعمل برضه هي ساتوريشن تانية، بس المرة دي تبقى كلارايز وتبقى على اللون اللي انت محتاجه ده، ترفعها لفوق شوية، تيجي عند دي، اخترنا درجة اللون اللي احنا محتاجينها، ونبدأ نرسم دي على جزء من الشعر لفوق كده، وامسح الباقي ده شوية، خليها بس تنعكس لفوق شوية. ممكن تبدأ ترسمها على الحدود بتاعة الجسم ده زي ما احنا عملناها تحت، بس ممكن تقلب بس شوية وابدأ وارسم بس ايه حدود كده وامسحها. تمام، يعني بس انت بتديله جزء من الإضاءة اللي انت شغال بيها في الخلفية. تمام، مش أكتر ولا أقل. بتيجي هنا وتقوم رافعها شوية، بس مش تبقى أجمد حاجة،
بس نمسح هنا دي كده، نمسح دي كده، بس كده اظن كده تمام جدا. ممكن بقى نيجي نعمل بقى اكسبوجر فتحة، بس دي خاصة بالوش، الاكسبوجر التانية خاصة بالهدوم، دي بالوش والشعر. دي هنرسم بيها الجزء بتاع الودان اللي ورا ده ان هو يلمع. ممكن نزود الاوبست شوية، نيجي ناخد الجزء ده كده كده اهوت، كده اهوت. تمام كده. طبعا احنا ممكن نغمق الجزء ده اكتر، ممكن نغمقه بالليفل. نيجي هنا نغمق ده الجزء ده كده بالليفل احسن، عشان لو هناخد تمام. ماشي كده. اشتغل على الجزء ده كده 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 تمام. طبعا كان في ضربة إضاءة من الجزء ده كده، احنا ممكن نيجي نعملها الجزء ده كده بس مش أكتر. طبعا دي الناس قاعدة تقول لي شعرك أبيض وبتاع شكرا يا جدعان. ممكن تعمل لها تدوس هنا وتشد دي بس كده شوية، تبقى داخلة جوه الشعر مش أكتر ولا أقل. تمام بس كده. جبنا طبعا الهيرو ساتوريشن على اللون ده، وقربنا شوية ناحية اللون ده، وتعالى نفتح الدنيا شوية في السكة دي. نعمل ماسك كنترول اي، ونيجي هنا نقوم راسمين على الأجزاء بتاعتنا هنا بتاعت الهدوم تمام كده، ونعمل لها إن هي تلزق في الهدوم. تمام دي أهم نقطة. والجنب قلل خالص قلل خالص قلل خالص، وارسم بقى على الهدوم دي. قلل الاوستي، قلل الفلو، زود ليه شوية. طبعا انت هتقول اللون ده مش مايل ناحية اللون ده، ممكن ننزلها بقى تحت اللير او نطلع اللير التاني ده فوقيها. بس كده مجرد ان احنا طلعنا اللير التاني فوقيها فبقينا بنرسم على الإضاءة دي. ممكن من هنا نزود اصلا الإضاءة دي، او ممكن نكررها طبعا تبقى اشد. نمسح بقى شوية، نمسح شوية نمسح شوية نمسح شوية 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 شوية. تمام كده. بس ركز على حركة ايدي وانا شغال، دي اهم حاجة. تمام تمام كده. واظن كده احنا تمام اوي. ممكن تقولي بقى اللمعة الأخيرة اللي موجودة في الهدوم دي، ده هنا لير سوليد كلر هنا كده في السكة دي، ونيجي هنا عند اللير نفسه ونشد دي كده، وعندنا على الهدوم كده نيجي نعمل هنا كده، ونغير مثلا أي الطبقة دي أي واحدة مثلا. تمام ممكن السكة دي كده نيجي نرسم الإضاءة دي. طبعا دي الإضاءة المنورة بتاعتنا الأخيرة خالص اللي احنا محتاجينها. نيجي نرسم هنا كده. تمام تمام كده. تمام كده نعمل ليفل واحدة، ليفل مثلا من النص كده. الليفل دي هنغمق بيها الجزء بتاع الشعر اللي في النص. لاحظ ان انا بعمل اكسبوجر او ليفل او كيرفس لكل حاجه انا بعملها، مش بعمل واحده وبعممها على كله، عشان تعرف تتحكم فيها بعدين لو انت غلطت في حاجه كده تعرف ترجع لها من الليارات اللي انت عاملها. تمام دي اهم نقطه برضه انت لازم تعملها. تمام بس كده انا اظن كده ان احنا شرحناها تقريبا. نقدر دلوقتي نعملها كنترول شيفت الت اي، بقت كلها لير واحده مش عارف هي دلوقتي، وخليها كونفرت سمارت اوبجكت، ونخش عليها الكاميرا رو فلتر. لما نخش على الكاميرا فلتر احنا هنعمل حاجات بسيطه، بس هنزود التكتشر، ازود التكتشر، هنقوم رافعين الهايلايتس، لا خلينا رافعين الشادو شويه،
ليتس جو. خلينا مثلا نقلل الفرين دي هنا، نقلل دي شوية كده، اظن ايه نوعا ما كويسة. ممكن نقلل الكلاريتي دي شوية، نحاول نقرب السكين بتاعنا، نقلل الشادو، نزود الكونتراست كده، في سكة كويسة جدا في الشرح بتاعنا. تقريبا تيبيكال حاجة و90%، حاجة اتعملت في ساعتين، انا بشرحها في اقل من ساعة، فدي حاجة جامدة جدا ان انت تعملها دلوقتي. ممكن تزود، ممكن في الاخر تزود لها ايديت نويز، تحط نويز مثلا 3 6. اتمنى ان انت تعملها مثلا 6 7، ان هي صور بروفايل بتبقى صغيره جدا، فالنويز مش هتتشاف، النويز بس هتبقى ظاهره الصوره من بعيد. فاظن ان احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، فاتمنى ان انت تطبق على المشروع ده، تعمل لي منشن على انستجرام، اشوف تطبيقكم كله يا شباب، علشان نعرف نعدل عليه ونظبطه ان شاء الله. واتمنى ان انت تتصور انت الصوره وتعدل عليها وتشتغل على صورتك انت، تطبق اللي انت فهمته على صورتك انت، وهتلاقي صورتي انا في صندوق الوصف تقدر تطبق عليها. طبعا يا جدعان انا كده في اخر الفيديو، فاكتب لي في الكومنتات انت محتاج تشوف ايه الفتره اللي جايه، والسلام عليكم.